الساحلي اولى الضربات الركنيه لفيض النجم الساحلي في توقيت الان 7 دقائق لعب على يسار الحارس علي العياري، تتنفذ على مستوى القائم الثاني والهدف الاول. الهدف الاول للنجم الساحلي، الهدف الاول لفيض النجم الساحلي. جول اولى الاهداف في ملعب محمد الراشد بقفصه لإطوال الفريق الضيف. البطل المتخلي هو اللي كان سباق لافتتاح النتيجه على مستوى القائمه الثاني. قامته ياخذ الكره هذه ويرجع الكره للعب في مناطق القوافل، باقي الهجمه والحكم يقول ثم ضربة جزاء، ضربة جزاء للنجم الساحلي مرة أخرى. الحقيقة العملية كانت كان فعل أي نعم بالفعل. ها نشوفوا العملية، التنفيذ عن طريق اللاعب محمد أمين الجبالي. محمد أمين الجبالي في تنفيذ ضربة الجزاء وجها لوجه مع الحارس علي العياري، والحكم ينبه على اللاعبين باش يعطي إشارة التنفيذ. ضربة الجزاء محمد أمين الجراسي سدد، والحارس علي العياري مرة أولى ثم ترجع مرة ثانية أمام المهاجم حمزة جراسي. حمزة جراسي إذن صاحب الهدف الثاني. صائبة طبعا والهجمة لبدر الساحلي والهدف الثالث. الهدف الثالث للإتوان. جول النجم الساحلي عن طريق رامي عواني. رامي عواني اللي دخل منذ حين مكان زميله ياسين الشماخي. نعاودوا نشاهدوا الهدف بالصوره البطيئه. اذا رامي العواني صاحب الهدف الثالث. توصل لريان الدربالي. ريان الدربالي يرفع في مناطق الجزاء المقدم، والهدف الاول للاولمبي الباجي. الهدف الاول للاولمبي الباجي منذ بدايه المباراه. يعني عمليه منسقه تنطلق من اليسار، مالك شويخ بالكره ثم مالك شويخ لمين با يراوغ لمين با يعدي الكره لشرف الدين عون، وشرف الدين عون لريان الدربالي. يرفع الكرة أسامة الهيشي في مناطق الجزاء في القائم الثاني، راسية وهدف التعادل. هدف التعادل محمد الحبيب يكن ضربة راسية، كانت توزيعة محكمة من أسامة الهيشري، ومحمد الحبيب يكن يصعد فوق الجميع. ما تحركش عبد السلام الحلاوي، قعد يتفرج في الكرة ما ينجم يعمل حتى شيء. امبارابل كيف ضربة راسية ممتازة من الحبيب يكن. هدف لهدف بين الأولمبي الباجي ومستقبل سليمان. محرز بالراجح والهدف الثاني، والهدف الثاني. وسيم الشيحي كوتشين غانيون للمدرب نبيل نغير. اون بلين كورس، توزيعة ممتازة من بالراجح، ديكالاج على الشيرة اليسار والشيرة اليمين من دفاع مستقبل سليمان. توزيعة ولا أروع، وضربة رأسية ولا أروع. ما ينجم يعمل حتى شيء ياسين الرحيمي في تسديدة كيما هكا، وتشتعل مدارج ملعب بوجمعة الكميتي. وهدفين لهدف. محمد جمعة ينطلق، حط كرة طويلة في العمق يقول الحكم ضربة جزاء لصالح الاتحاد الرياضي من بن قردان. يستعد لتنفيذ هذه ضربة الجزاء نسيم سيود مع عاطف الدخيلي. نسيم سيود يتقدم، الرويدر يسجل الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي. 1-0 تتغير النتيجة إذن في ملعب 7 مارس ببن قردان. ضربة جزاء عن طريق نسيم سيود
في دقيقة 20 تتغير النتيجة هنا في ملعب 7 مارس ببقردان، ونسيم السيود يمضي الهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي ببقردان. 1-0 إذا الإعادة لضربة الجزاء. نسيم السيود يتقدم، الكرة في زاوية وعاطف الدخيلي في زاوية. كرة تقصيرة كما تشاهدوا للملعب التونسي، حول جدا هجوم، هذا هجوم خطير، وهناك راية وهناك خطأ ومخالفة أو ضربة جزاء مخالفة. الإعادة حسب إشارة الحكم. الشوقي بخضر يرتكب الخطأ والمخالفة. الإعادة داخل المنطقة أم خارج المنطقة، على كل حال إشارة الحكم تقول ضربة جزاء. والإعادة أمامكم، دخل شوقي بن خضر على مهاجم الملعب التونسي، والحكم يعلن عن ضربة جزاء. هيثم الجويني مع سيف الدين الشرفي. هيثم الجويني يتقدم، والهدف التعادل للملعب التونسي. الملعب التونسي ينجح في تعديل النتيجة هنا في ملعب 7 مارس ببنقردان. 1-1 بين الاتحاد الرياضي ببنقردان والملعب التونسي. زوز ضربات جزاء في هذا الشوط الأول. ضربة الاتحاد الرياضي ببنقردان افتتح بها النتيجة، وهيثم الجويني يعدل النتيجة في الدقيقة 39 من هذا. مهدي الوذرفي أمام الكرة لتنفيذ هذه الكرة الثابتة، ينفذ المهدي، والهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي. شوقي بالخضر يسجل الهدف الثاني. شوقي بالخضر يمضي الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان في 76 دقيقة لعب أو 78 دقيقة لعب. شوقي بالخضر يبصم على الهدف الثاني لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان. 78 دقيقة والاتحاد الرياضي ببنقردان يضاعف النتيجة. الإعادة أمامكم، الإعادة مهدي الوذرفي يوزع شوقي بالخضر